بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا رب. النهاردة يوم مختلف. انا عندي والدتي كده، ومرات اخويا ربنا يكرمها يا رب، هي اللي طبخت الفطار النهاردة. هي معاكم وهتقول لكم على كل حاجة هي عملتها. بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يكرمها يا رب. الاكل كان طعمه جميل. بتمنى من حضراتكم ان انتوا تدعوا لها ان ربنا يكرمها ويرضيها يا رب، هي واخويا. هي عروسة ما كملتش 5 شهور يا جماعة، وكان خلاص المغرب جدا وكنا عاوزين نفطر، بس انا كنت ماسكة التليفون وكنت بصور، مش مخلية حد ياكل. هتشوفوا الفيديو معاها وهي هتشرح معاكم الاكل وهي بتسويه. بتمنى بس من حضراتكم ان انتوا لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي تشتركوا فيها وتدعموني باللايك وتدعموا مرات اخويا باللايك. وهسيبكم معاها بالفيديو ان شاء الله. ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ورمضان كريم عليكم. النهاردة هنعمل لحمة وبسلة ورز. اول حاجة هنبتدي بيها البسلة. معانا بسلة وجزر وصلصة وبصلتين. اول حاجة انا فرمت البصلتين، بعد كده بقى حطيت الحلة على النار واحط الزيت. بسيبه شوية صغيرين خالص، وبعد كده بنزل عليه بالبصل. وكمان معايا فلفل وملح، بس احطهم بعد ما احط الصلصة. كده بنحط البصل اهوت، وهسيبه لحد ما يدي لون اصفر كده شوية. بقلبه، بعد كده بسيبه شوية كده لحد ما يدي اللون الاصفر. من الحاجات الجميلة قوي البسلة دي والله. نفسها وطعمها بيبقى حلو قوي على الاكل، بالذات مع اللحمة والفراخ، بيبقى جميل قوي. ونسيت البطاطس كمان، بس البطاطس مش بتتحط دلوقتي لان من النوع اللي بيطيب بسرعة، فاحنا بنسيبها للاخر. دلوقتي خلاص هي هتحمر دلوقتي، بعد كده هننزل عليها بالطماطم. احسن حاجة في شهر رمضان لما تكوني يعني عاملة كل حاجة بدري، او مخزنة الحاجة بدري. يعني الصلصة كانت في الفريزر عاملينها برضو، والبسلة والجزر. مش عارفة ميزة ولا عيب فيا، بس احب دايما اقلب كده طول ما انا واقفة. عايزة اقول لكم يا بنات ان كان طعمها جميل اوي والله، والكل شكر فيها بصراحة. عايزة اقول لكم كمان ان من الحاجات اللي ناجحة في البسلة، انك تحطي مثلا البصل تتبل شوية او تاخد لون احمر شوية كده او ذهبي، بعد كده تنزلي عليها بالصلصة وتسيبي الصلصة لما تنشف خالص خالص، ما يكونش فيها مية كده وتكون ناشفة، يعني تعدي على المعلقة كده من النص ما تلاقيش مية نازلة. يعني خلاص بتبقى خلاص، بتبقى حلوة كده. تنزلي عليها ساعتها بالبسلة، ما تنزليش عليها بالبسلة بقى يعني إيه لما يكون فيها مية، لا لما تنشف خالص. ده من الحاجات اللي بتخلي البسلة طعمها جميل أوي. وتسيبيها ممكن 5 دقايق يعني مع بعض كده، وبعد كده تنزلي عليها بكوباية مية ولا حاجة.
خلاص هي احمرت هنا البصلة معانا، البصلتين معانا، هننزل عليهم بالايه، بالصلصة. والصلصة كمان كانت حمرا زي الدم كده، كانت جميلة جدا. خلاص انا هنا حطيت الطماطم، الصلصة. شايفين لونها حلو ازاي، جميلة اوي. بجد انجزت معانا يعني. فكرة ان احنا نعمل الصلصة ديت ونحطها في الفريزر حلوة جدا وجميلة جدا ومنجزة في شهر رمضان بالذات، لانه بيبقى معروف ان هو شهر عبادة وكده. وبرضه يعني الواحد بيقرب لربنا اكتر في الشهر ده، الشهر الكريم ده. خلاص كده هنسيبها شوية وهنروح للحمة. هنعمل بقى اللحمة. اول حاجة هنعملها، هنحط برضو كيس صلصة على النار. دي بقى طريقتنا في عمل اللحمة النهاردة. طبعا هو كان لسه مفكش ولا حاجة، فهو هيفك على النار عادي. بعد كده الصلصة نشفت معانا، فاحنا نزلنا بالبسلة والجزر. برضو البسلة والجزر كانوا متخزنين، فأنجز معانا بصراحة. بعد كده الفلفل والملح، تقليبة برضو. بس هنسيب البطاطس دلوقتي، مش هنحطها دلوقتي غير في آخر يعني مثلا نص ساعة ولا حاجة. هنا برضو الصلصة هي تغلي. تمام. الطريقة دي جميلة جدا في عمل اللحمة بصراحة، واللي قايلة لي عليها صبيتي أم يوسف، صاحبة القناة الجميلة. بعد كده بنحط اللحمة. طبعا في انواع كتير لطبيخ اللحمة ده، بس كل واحد وليه طريقته. بس بصراحة الطريقة دي جميلة جدا وطلعت جميلة جميلة يعني والله. والشوربة بتاعتها كانت جميلة جدا. وانا بحطها يعني حسيت كده ان انا عايزة اكلها وهي لسه نية، منظرها بس كده. بعد كده بقى هنجيب بصلتين ونقطعهم كل واحدة 4 تربع. البصل من الحاجات اللي بتطعم طبيخ اللحمة جدا. كمان اللي بيطعم اللحمة البهارات. احنا هنا حطينا معلقة فلفل، ونص معلقة ملح، ومعلقة جوز الطيب، او لا نص معلقة جوز الطيب. وحطينا 3 حبات حبهان. ولو ورق لو ورق لورا يبقى جميل جدا.
عليهم. خلاص كده بنقلبهم وهنسيبهم برضو مع نفسهم شوية قبل ما نضيف لهم المية. شكلها جميل قوي يا بنات. هنا برضو البسلة خلاص اهيت بدأت تطيب. هنحط لها كوباية مية عشان ما تتحرقش مننا، وهنقلبها تقليبة. بعد كده ايه نسيبها على النار بقى ايه تاخد تدي مع نفسها كده براحتها. ما شاء الله جميلة جدا، وكان طعمها جميل جدا يا بنات. هنا برضو المية يدوب غلت شوية، الصلصة غلت وكده، نزلنا عليها بالمية، بس كان يعني دورق مية كده. ما شاء الله الصلصة كانت مخلية الشوربة جميلة جدا، وبتطعم الأكل جدا جدا، تديله نفس كده حلو. هنا الصلصة هنا البسلة كانت خلاص طابت، نزلنا عليها بالبطاطس. والمفروض تقطعي البطاطس كلها حتت او قطع زي بعضها، يعني ما تخليهاش كبيرة صغيرة عشان الصغيرة تطيب قبل الكبيرة، ايه مش هتطلع حلو. خلي كله قطع متساوية. وبعد كده خدنا من الشوربة بتاعتنا وحطينا للبسلة، برضو بتديها طعم جميل جدا الشوربة. هنا بقى هنعمل رز مفلفل الأول، نديله لون ذهبي كده جميل، يعني زي كوبايتين كده ايه رز، ونحطهم على النار. بعد كده قلبناهم تمام لحد ما ادانا اللون ده، وخدنا بقية الرز حطينا عليه. طبعا ده بيدي لون جميل جدا للرز، وبيخلي طعمه جميل جدا. يعني انا كنت شامه الريحه ساعتها بصراحه كنتش قادره والله، جميل جدا. حطينا الاول شويه زيت، بعد كده نزلنا عليه بكوبايتين مغسولين من الرز، قلبناهم تقليبه حلوه، ما نسيبوش اللي هيتحرق مننا، لازم نفضل نقلب. بعد كده اول ما يدي اللون الذهبي ده، ما نخلوش برضو يتحرق مننا قوي، اول ما يدينا اللون الذهبي الجميل ده ننزل عليه بالرز الباقي المغسول، ونقلب بقى ندي تقليبه على طول برضو. عامل زي طريقة كده الشعرية، لما تحط الشعرية على النار الأول تديها تقليبة تحمر كده منك شوية، وبعد كده تنزلي بالرز. بعد كده عندنا فلفل وملح، هنحط برضو شوية فلفل وشوية ملح. وطبعا مش هنفوت ان احنا عندنا النهاردة شوربة، فلازم نحط شوربة، دي فرصتنا بصراحة، لان الشوربة بتطعم الاكل جدا جدا جدا. لازم ننتهز الفرصة دي، مادام عندنا شوربة يبقى لازم نحطها على الرز ونعمل احلى رز. بس ما نحطش كتير قوي، ولو عوزنا نحط تاني، يعني لما يطلع لو محتاج مية احسن ما يبقى فيه مية كتير.
هنا خلاص المية نشفت وكده، ادينا له تقليبة بس بسيطة. السوا ما شاء الله كان هنا طاب، يعني كان قرب يطيب خلاص، يعني مفضلش حاجة، سيبنا برضو شوية. وكنا هنا برضو بنحمر بطاطس وكده. خلاص البسلة استوت والبطاطس وكله تمام برضو. رحنا بقى عملنا العصير. العصير كان فيه زبيب وتمر، وكان فيه جوز الهند، وهو ده الاكل يا جماعه بعد ما خلصته منا حبيبتي مرات اخويا. كل سنه وانتم طيبين يا رب. بتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون يعجبكم، ورمضان كريم علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.